السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عساكم طيبين وبخير يا رب. اليوم هنعمل معاكم صينية محشي بالفرن، إن شاء الله تعجبكم. أول شيء المقادير عندي هنا كوسة وبطاطس، قشرتهم وقطعتهم حفرتهم كذا. خلاص، عندي رز مصري وعندي لحم مفروم وعندي شوية شبت وكزبرة. هو حنبدأ معاكم الطريقة. الحين نضيف الرز على اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا البقدونس والكزبرة والشبت عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. فلفل مجروش حار، شوية كاري، زنجبيل، ممكن تضيفين بس فلفل أسود وكمون إذا أنت ما تحبي توابل فيها كثير. كمون هذا حطيت شوي، عندي بابريكا، اللهم صل عليك يا محمد، وعندي ثوم مطحون، تمام كذا. نقلبهم مع بعض. نضيف الملح، خلاص كذا ضفته. بسم الله الرحمن الرحيم. أقلبهم مع بعض كلهم، الرز على البهارات على كل الخلطة أعملها، وحضيف لها زيت الزيتون. الحين ضفت عليها زيت الزيتون وضفت عليها شوية فلفل أسود. الحين أضيف تقريبا ملعقتين من الطماطم المضروبة، أنا ضاربتهم هم، أخذ منهم ملعقتين عشان بس يكون معانا طري شوي. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن. الحين نبدأ. بسم الله. لا تعبين للفم مرة واحدة عشان بس الرز ياخذ راحته شوي. أنا قسمت البطاطس على 2 عشان تكون أسهل، عشان أقدر أحفرها أكثر. لحظة شوية معايا، أخذ القاعدة كذا شوي عشان نقدر نوقفهم. بسم الله. أنا ما كثرت الرز، أنا حطيت بس شوية يعني. هخلصهم وأرجع لكم. وهذا يا حبايبي المحشي، سويت طماطم وفلفل حار حشيته. خلاص، الحين أضيف عليها الخلطة اللي هدخلها الفرن بيها. أول شيء غطيها بهذا زي كذا. شوفوا هذه الطماطم ضفت عليها مكعب ماجي وكمون فلفل أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. بسم الله.
أدخلها الفرن وأوريكم لما أطلعها إن شاء الله. وهذه صينيتنا حق المحشي بالفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. حار، شايفين؟ إن شاء الله تعجبكم حبايبي، وعليكم بالصحة والعافية، وشهر مبارك علينا وعليكم، مقبول منكم الصيام وقيامكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ولا تنسون دعم القناة وعمل لايك والاشتراك، تفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.